يبدأ الفيلم في أمريكا عام 1933، وساعتها أمريكا كانت بتمر بفترة انتعاش اقتصادي بعد الأزمة الكبيرة اللي حصلت من 4 سنين. وهناك بنشوف ممثلة اسمها قنا مع زمايلها اللي كانوا بيقدموا عروض مسرحية، وكانوا بيحاولوا يجيبوا جماهير ليهم على قد ما يقدروا، لكن للأسف عدد الجماهير كان بيقل، وده اللي خلى صاحب المسرح اللي اسمه مانيه هيعلن إفلاسه وهيقفل المسرح، على الرغم إن هو كان صديق قريب من الممثلة قنا. ومانيه كان بيحب شغل المسرح جدا، وبنشوف مانيه وهو بيتكلم مع قنا ويقول لها إن هيمشي من نيويورك علشان يدور على شغلانة أحسن في مكان تاني. وهنا بتزعل جدا وتبدأ تفكر هتعمل إيه، وبتقرر تدور على شغل في مكان جديد. وهنا بتحاول تقنع أي مخرج بمواهبها، لكن للأسف حظها كان سيء، لحد ما في مخرج من المخرجين بيقترح عليها إنها تعمل أدوار إغراء، لأن ده هيخليها تكسب فلوس كتير وهتوصل للنجومية بسرعة. وبعد كده بنروح عند مخرج فاشل اسمه كارل، اللي كان بيحاول يقنع المنتجين إن ينتجوا له فيلم جديد. وساعتها كارل كان بيفرج المنتجين على مشاهد كان مصورها، لكن المنتجين وهم بيتفرجوا حسوا بالملل ومرضوش يكملوا المشاهدة، والمنتجين بيدوروا على حاجة تكسبهم وتجيب لهم فلوس. وبعد كده كارل بيقول لهم أنا عندي فكرة لفيلم جديد ومحدش عملها قبل كده، وبيقول لهم أنا معايا خريطة لجزيرة محدش راحها قبل كده واسمها جزيرة الجمجمة. وكارل بيقول للمنتجين هناك في عالم ساحر وطبيعة محدش شافها قبل كده، ومفيش حد راح الجزيرة غير شخص واحد، والشخص ده بيقول على الجزيرة في حيوانات محدش شافها ولا عرفها قبل كده. وكارل كان عنده نية كبيرة إن يسافر الجزيرة ويصور فيلمه الجديد هناك. وبعد كده المنتجين بيطلبوا من كارل إن يسيبهم شوية عشان يفكروا في الموضوع. ولما كارل خرج من الغرفة المنتجين بدأ يتكلموا مع بعض ويشاوروا، وبيقولوا إن فكرة فيلم كارل هتكلفهم فلوس كتير، وفي الآخر الفيلم مش هيجيب إيرادات وهيخسرنا فلوس كتير. وفي النهاية بيتفقوا على قرار إنهم ما يشتغلوش مع كارل، لأن كارل هيضيع فلوسهم، والمنتجين ما يعرفوش إن كارل بيتصنت عليهم وكان سامع كل حاجة بيقولوها. وقبل المنتجين ما يطلعوا يقولوا له على القرار، كارل خد المساعد بتاعه ومشي، وكمان وهو ماشي سرق بعض معدات التصوير اللي المنتجين شروها. وكارل بيروح يركب تاكسي مع المساعد بتاعه وكان اسمه بريستون، وبالرغم ان كارل ما كانش معاه فلوس علشان يعمل الفيلم بيطلب من بريستون انه يتصل بكل طاقم الفيلم وبيعرفهم ان هيسافروا على الجزيره خلال كام ساعه. وبعد كده بريستون بيقول لكارل ان بطله الفيلم قدمت اعتذار، وكارل بيحس انه واجع في ورطه وان لازم يشوف بديله لبطله الفيلم. وكارل بيروح يلف على كل المسارح علشان يدور على بطله جديده للفيلم، وبالصدفه كده كانت بتدور على شغل في اي مكان، وكارل من حسن حظها بيشوفها ويحس ان هي دي البطله اللي بيدور عليها. وكارل يمشي وراها ويعرفها بنفسه ويقول لها انا مخرج، يروح هما الاتنين يتعشوا مع بعض. وهناك كارل بيحكي لها على فكره الفيلم اللي عاوز يصوره ويطلب منها انها تكون البطله. وفي البدايه اينا بترفض لانها مش مطمئنه ولا واثقه في المخرج، لكن بتغير رايها لما تعرف ان اللي كتب الفيلم هو المؤلف المشهور جاك، لانها بتعشق كل اعماله.